ندمرها تماما. طيب ده بالنسبه لاول اثر مش موجود. في عندنا اثار ثانيه مش موجوده بس مش مهمه. في عندنا انكلوجر وول كان سراوند اليكس كلها. انا محاضره الاول. اتفضل. خلاص كان الانكلوجر وول ده حاجه بس طبعا كومبليتلي ديسابيرد. في عندنا الرويال تومز. الرويال تومز اللي كان فيها التوم اوف الكسندر ذا جريت. خلاص بس طبعا كل التومز كل الحاجات دي كلها كومبليتلي ايه ديسابيرد. من المونيمنتس اللي ستيل اكزيست موجوده لغايه دلوقتي عندنا في اسكندريه بس طبعا حالتها مدمره تماما. في عندنا تومز اسمها الشاطبي بس طبعا دي الاندر جراوند ووتر واكلاها خالص. وفي عندنا مصطفى كامل تومز محاضر مصطفى كامل. ادخل في ده مكتوب مصطفى كامل تومز في قلنا الشاطبي مصطفى كامل. وفي عندنا بقى حاجه اسمها كاتاكومب او توم الشقافه. ثالث حاجه بالنسبه بقى لتوم الشقافه consider to be the best او تبقى the most important site موجود في أليكس until now. توم الشقافه it was called توم الشقافه because of the shapes of the pottery اللي كانت موجوده فيها. ليه؟ لان توم الشقافه هي عباره عن زي مجموعه مقابر كده في بعض. انتوا معايا ولا ايه؟ طب بعد كده ممكن كده في المحاضره؟ طب ثانيه واحده هي اسمها كتير. طب مين هيبقى بالنسبه لتوم الشقافه، توم الشقافه احنا قلنا الموسكو وتوم الشقافه جايه من او الهيبس اوف هيلز اوف الشيبس اللي هي الكسر بتاع كسر الفخار. الكسر الصغير ده هو اللي اسمه شيبس اوف بوتري. الناس لما كانت بتروح السايت بتاع توم الشقافه بالذات عشان يزوروا هي مقابر جماعيه. when they were visiting their relatives كانوا بياخدوا معاهم اكل وكانوا بياكلوا في المقابر دي. فطبعا كان نوع من انواع الباد لك ان الحاجه اللي كانوا فيها جوه مقبره يرجعوا بيها البيت تاني فكانوا بيكسروها فين؟ بيكسروها في نفس التومز. فعشان كده بقى فيها كسر فخار كتير قوي لان مجاميع كتيره من الناس بقى طول اليوم زيارات زيارات فبقى فيها الاتجاه بتاع كسر الفخار فبقى اسمها توم الشقافه. خلاص؟ طبعا ده موست امبورتنت توم موجوده في توم الشقافه حاجه اسمها الكاتاكومب. مقبره اسمها الكاتاكومب. طبعا الكاتاكومب يكون فاوند باي لك برضه بالصدفه. في واحد زبال يعني بحمار وهو ماشي في السايد بتاع الكاتاكومب رجل الحمار سلبت انسايد الحوض. بيحاولوا بقى يشيلوا ويحفروا عشان يطلعوا رجل الحمار. لقوا ايه؟ لقوا سلمه. بدأوا بقى يشيلوا اكتر فاكتر فلقوا بقى ايه 99 سلمه 99 ستيبس بتودينا على المقبره بتاعت توم الشقافه. مقبره توم الشقافه بتتكون من 3 فلورز 3 ادوار. only we visit one of the floors اللي هو the last one سوري the first one اول فلور بس اللي فيه الباريه الشمبر او مجرة الدفن هو اللي بيتزار. طبعا بقيه الفلورز كلها احنا زي ما قلنا من المياه الجوفيه وكده مدمراها تماما. طيب الكاتاكومب ده توم الكاتاكومب طبعا بدون الدخول في اي تفاصيل هي برضو عباره عن مقبره جماعيه. اهم حاجه بتبقى موجوده فيها هول كده اسمها روتوندا. روتوندا دي زي صاله كده مستعرضه بتخدم كل الغرف بتاعت المقبره. طبعا ما مش طبعا هول الكركله والحاجات دي كلها بتاعتها. دي بالنسبه للسايتس اللي هي ستيل اكزيست اللي موجوده في اسكندريه اللي هي احنا قلنا الكاتاكومب والشاطبي مصطفى كامل. بس هي بقى حبيت اديكم نبذه كده عن الاثار اللي موجوده في بعضها. يبقى الاثار اللي هي كومبليتلي ديسابير ده احنا قلنا اللايت هاوس وقلنا الانكلوجر وول والرويال تومز اللي هي فيها توم الكسندر ذا جريت. المونيمنتس اللي ستيل اكزيست قلنا الشاطبي ومصطفى كامل وتوم الشقافه. واهم حاجه في توم الشقافه هي الكاتاكومب. وقلنا توم الشقافه توز كولد توم الشقافه because of the sheets of pottery اللي موجوده هناك ان الناس after their meals بيبروك او بيكسروا البوتري او البليتس اللي بياكلوا فيها عشان ايه تبقى باد لك لو هم بيرسلوا باد
فيسنج اوكتافيوس، الاثنين بالفليت بتاعه. وكليوباترا قريبه جدا من الالكسندريان شورز، قريبه من الشط بالفليت بتاع الاسطول المصري. طبعا هي واقفه في وضع الاستعداد انها هتشوف ان انطونيوس عايز سبورت ولا مش عايز. ان هو انطونيوس هو قابل اوكتافيوس لوحده وهي بالفليت بتاعها ناحيه الشورز ورا. خلاص؟ وهم طبعا ديورنج الباتل هي لاحظت ان انطونيوس بدا ان هو يقع، بدا الدنيا عنده تبوظ شويه وبقى اوكتافيوس هو اللي هيبقى فيوريوس اوفر انطونيوس. طبعا instead of انها entering inside the water and try to save انطونيوس اللي هو المفروض ان هو جوزها، لا she preferred to تلف وترجع تاني على ايه؟ على مصر، خدت الاسطول ورجعت على اسكندريه تاني وسابت ايه؟ سابت انطونيوس واجه اوكتافيوس لوحده. طبعا اوكتافيوس هو انتصر على انطونيوس في معركه اكتيوم. بس طبعا انطونيوس when he noticed ان كليوباترا بدات to return back to Egypt هو decided to leave الباتل، ساب المعركه بقى اللي هو ازاليدو طبعا ساب المعركه للفولورد بتوعه، وهو قرر ان هو ايه؟ ان هو ياخد بعض ويرجع ورا مين؟ ورا كليوباترا في مصر. خلاص؟ هو انت انتر الكسندريه في بعض الرومرز قالوا له، بعض الناس المروجين في الاشاعات قالوا له ايه؟ كليوباترا was killed. اتقتلت فين؟ في المعركه. لو شاف الاسلوب بتاعه بس ما يعرفش ايه اللي حصل. يبقى انطونيوس he returned back to Cleopatra او returned to Egypt عشان نشوف كليوباترا سابت المعركه ايه وهو he entered to Alexandria. الفولورز قالوا له او some rumors قالوا له ان كليوباترا was killed in the battle. طبعا when he heard about the death of Cleopatra he was loving her so much so he decided to commit a suicide وانتحر، قتل نفسه. تمام؟ طبعا كليوباترا لما كانت موجوده هي موجوده ما ماتتش ولا اي حاجه، فوين شي هيرد اباوت ذا suicide of انطونيوس وعرفت ان اوكتافيوس جاي خلاص على الكسندريه، خلاص هيحتل مصر رسمي، هي خلاص هتبقى سبارتيا او هتبقى جزء من الامبراطوريه الرومانيه. وهو جاي في طريقه بيكيرد سيزارون بالمره، قتل ابنها قيصرون بقى ودخل بيها عشان يقتل كليوباترا. وبالذات هي قررت انها تنتحر لما عرفت على نيه اوكتافيوس ان هو هيبيعها زي العبيد في الشوارع يعني وكده ويربطها في سلاسل وسوسه كده. فدي decided to kill herself، جابت سنيك او جابت كوبرا وسابر خلاص بالسنيك بايت اللي هي بالخلف التعبان اللي هو الساعه، وبعد كده ايه؟ مات. انا بس افتكرت حاجه معلش. في فتره لما كنت متجوزه انطونيوس كانت خلت لي توأم ولد وبنت. انا جربت اساميهم مهمه عشان نسيت. كانت جايبه يعملوا في فتره سيليني يعني القمر سيليني كليوباترا سيليني، وكانت جايبه ولد اسمه هيليوس اللي هو الشمس والقمر، كانت جايبه توأم يعني كليوباترا وهيليوس اللي هو الشمس والقمر. خلاص؟ وبعد كده طبعا after the death of كليوباترا اوكتافيوس بقى هو the owner of Alexandria and the owner of Egypt, and Egypt became a part from the Roman Empire. الامبراطوريه الرومانيه بقت قطعه كبيره جدا ومهمه جدا في الامبراطوريه الرومانيه. وبعد كده توصل تايتل اوف اوكتافيوس اوغسطس يعني اوكتافيوس المهيب او اوكتافيوس الايه القوي. تاني هقول تاني في الفتره السابعه. خلاص؟ نعم. هو ليه انطونيوس واسمه يعني اوكتافيوس ليه خدوا اساسا عشان هو كان بيتضايق ان هو ساب ان انطونيوس ساب اخت اوكتافيوس اللي هي اوكتافيا وراح يتجوز كليوباترا وقعد بيوزع عليها بقى الدول يعني المقاطعات قعد بيوزع عليها فهو متضايق من كده. المهم هقولها تاني. هقول كليوباترا السبعه تاني. She ascended to the throne when she was about 16 years old. She was married from her brother اللي هو كان بطل 13 وكان هو younger than her by few years. خلاص؟ هو after the marriage the royal court او الكورشز اللي هم البلاط الملكي they noticed انها very small strong personality, so they decided to make problem between Cleopatra and Ptolemy. This problem ended with the aspect of Cleopatra decided to run away from Egypt. In her way, she passed with the Arabian Peninsula and she started to prepare her army in order to return back to gain her throne back. During that time, can be battle between Caesar and Bombay. This battle ended
of Caesar up Bombay. So Bombay ran away to Egypt, and when he reached to the Alexandrian shores, he asked for the Assyrian to Egypt اللي هو اللي فوق لمصر. خلاص؟ طبعا Ptolemy 13 agreed with this offer, and after he sent 2 messengers in order to kill Bombay, and he succeeded to kill Bombay and cut his head and cut his finger with the very famous ring اللي هو الخاتم الشريف. خلاص؟ when Caesar reached to the Egyptian shores, he asked about Bombay. فالفولورز of Ptolemy جابوا له راس Bombay and his finger. طبعا Caesar after hearing this news about Bombay, he got very angry and he decided to stay for a while in Egypt. خلاص؟ Cleopatra during that time and now it's her chance in order to ask for the support of Caesar. She decided to meet him قصدي. So the forward head forward, hide Cleopatra inside a carpet and entered to the royal palace. And after she found Caesar in front of her, he fell in love asked for her brother اللي هو Ptolemy 13 in order to discuss about this issue. خلاص لما Ptolemy 13 stomach saw Cleopatra and Caesar, he started to shout, screaming وقال ايه ان هم يجردوا من الحكم. عشان كده he went to طلع outside the royal palace and قاعد بقى يعيط في Alexandrian streets اللي هم they want to take his throne. So the Alexandrian people started to هيبداوا ان هم يساعدوه. خلاص حصل اول باتل كان سنه 48 BC كانت ما بين Caesar and the Alexandrian people. خلاص الباتل ديت ended with طبعا Caesar عمل ايه؟ حرق الريبيرد ده Egyptian fleet وبيرد الفورت Alexandrian fort عشان هو ما كانش عارف يستولي عليه. والجزء من الحريقه دي وصلت لحد اللايبرري او Alexandrian library. During that time كان Caesar هو يبقى victorious upon Ptolemy 13 until the support came from Asia Minor. السبورت لما جت بقى النصر حالي بطليموس 13. بس طبعا he didn't enjoy with this victory عشان هو ايه he was thrown in the Nile in the river. سوري في السي غرق في البحر. طيب بعد كده Cleopatra and Caesar they lived together for a while. خلاص and they go to deliver Caesar. خلاص وبعد كده Caesar he decided to take Cleopatra to Rome in order to show تبقى تتعرف على السنترز اللي موجودين في روم. وبعد كده when she arrived to Rome, the senators بقى they started to ask about Cleopatra and started to talk with her. بس هم لاحظوا ان she was very aggressive وكانت بتتعامل بطريقه مش intelligent يعني. فthey decided to او طلعوا زي rules كده ان مش هيعترفوا بيها as a mistress. هي اول بس Caesar هي الوايف بس اللي بيعترفوا بيها، لكن الميسترس ملهاش اي رايت ولا اي حاجه. خلاص فعشان كده they جمعوا نفسهم وقتلوا مين؟ قتلوا Caesar، قتلوا قيصر. هتجيبوا ازاي موقف كليوباترا. طيب لما قتلوا قيصر حصل عندنا في روما سيفل وور، حرب اهليه ما بين السبورترز اوف Caesar اللي هم انطونيوس واوكتافيوس وما بين الكيلرز اوف Caesar اللي هو ايه؟ كاسيوس اللي هو السيناتور بتاعه. خلاص؟ الحرب الاهليه دي انتهت بفوز اوكتافيوس وانطونيوس على كاسيوس. بدأوا يقسموا الرومان امبير. Caesar خد انطونيوس خد الايسترن بورت. تمام؟ وبعد كده هو asked about Cleopatra، بعت لها messenger اللي هو عايز يقابلها. For the first time Cleopatra refused، وبعد كده he sent another messenger. تاني مرة هي لمت النداء وواحد بفليت ضخم جدا عشان تقابل انطونيوس. Antonius offered marriage from Cleopatra. وكليوباترا she accepted. طبعا هو offered المارج عشان يبقى هو الاونر اوف ايجيبت، وشي accepted عشان هو يبقى ظهرها والسبورتر بتاعها في الايجيبت ثرون. اوكي؟ after the marriage هم جابوا سيلين كليوباترا، سيلين وهاليس اللي هو الشمس والقمر اللي هم كانوا توأم او كانوا توأم. حصل a conflict between Octavius and Antonius because Octavius was
او النص خلاص بقى حليف وقامت لفت اوريدي هتيجي تو ذا ايجيبشن شورز. فونش ريتشد تو ذا ايجيبشن شورز وصلت ودخلت في كل حاجه. أنطونيوس ساب المعركة وراح رجع. ومن he arrived to Egypt he heard about the death of Cleopatra أو death of Cleopatra the seventh. طبعا he got very angry and he decided to kill himself. He committed suicide. When Cleopatra heard about the death of Antonius, she was very after from Octavius, and especially after she heard the news of killing her son اللي هو سيزارون أو قيصرون. عشان كده she decided to kill herself وجابت الكوبرا أو جابت السنيك وايه من السنيك بايت او من السمك نفسها يعني. خلاص؟ طيب after the death of Cleopatra بقى Octavius هو الأولد of Egypt. بقى هي apart from the Roman Emperor وأطلق على نفسه اللي هو Octavius Augustus أو أوغسطس اللي هو Octavius Augustus اللي هو Octavius المنيب أو Octavius الشرير Octavius اللي ليه عظمة رهيبة كده. طيب احنا قلنا في بطولمي ال 12 ان هو افتر ستيبس هو كان سايب ويل ان الرومانز او الحكم ما يروحش لروما هيروح للإلدر لوثر هيتجوز هيز إلدر سان. الاثنين يتجوزوا يبقى الحكم ايه مع البطل مش هيبقى مع الروم. خلاص؟ طيب دلوقتي بقى نتكلم عن حاجه منفصله شويه في الفتره السبعه. في الفتره السبعه she went with the throne of Egypt when she was about 17 years old. تمام؟ She was married from Ptolemy 13 اتجوزها بطيمون 13. بس هو بطولمي بطولمي دوت ال 13 كان ينظر ده في الفتره السبعه few years يعني تقريبا ممكن يقولوا عنده 10 سنين 11 سنه كده. خلاص؟ طيب after their marriage الرويال كورت they noticed ان كليوباترا كانت شخصيتها قويه جدا وكانت very smart وكانت very clever وكان a very strong personality على مين؟ على بطولمي 13. ده خلى الرويال كورت ان هم ايه they get angry from Cleopatra and they started to make problems to Cleopatra السبعه. ليه بقى عملوا لها problem؟ طبعا عشان هم من مصلحتهم ان يبقى الكينج يبقى شخصيته ضعيفه يبقى ما عندوش ما يبقاش بروفيشنال اللي هو الخروج الكانتري عشان يبقى هم اللي في ايديهم ايه مقاليد الامور كلها وفي ايديهم الحكم كله. تمام؟ خلاص فدي started to make problems to Cleopatra 7. عملوا problems between Cleopatra Ptolemy which made Cleopatra to get upset from the royal court and she ran away. هربت بقى راحت فين؟ خلاص؟ طبعا هي هربانه عايزه تروح فين؟ عايزه تروح روما in order to تجيب support ليها عشان تعرف to return back her throne ده ترجع الحكم بتاعها. خلاص؟ فin her way to in her way يعني of escaping ما وصلتش روما شويه وصلت على الاريبيان بيننسولا راحت على شبه الجزيره العربيه. خلاص and she started to prepare her army in order to return back to Egypt to fight Ptolemy and to get her throne from the fall. طيب during that time حصل عندنا في روما كانت الدنيا عندنا متكعبله شويه في روما. ليه؟ في عندنا في روما في بقى ايه في روما؟ في عندنا باتل او فايت ما بين واحد اسمه سيزر اللي هو قيصر وبومبي. خلاص؟ يعني في نفس الوقت اللي كانت كليوباترا السبعه بتهرب فيه من مصر خايفه من الرويال كورت ومن غلط الملك ان هم قلبين عليه وقالوا ان في اشاعات ما بينها وبين انها عايزه تقتل اخوها عملت مشاكل بينها وبين اخوها وهم عايزين يقتلوها. فلما هربت عايزه وصلت لشبه الجزيره العربيه وتحضر الارمي عشان ترجع تاني مصر عشان تسترجع الثرون بتاعها او تسترجع العرش بتاعها. كان في روم بقى اللي هي المفروض انها تخليها السبورت بتاعها. كان في عندنا باتل ما بين قيصر وما بين ما بين بومبي. طبعا قيصر وبومبي دول اباطره كبار جدا في في الرومان
طبعا this battle ended with the victorious of Caesar او قيصر على بومباي. طيب احنا قلنا after that بومباي هو ran away to Egypt. when he reached to the Mediterranean shores طلب ان هو ايه؟ asylum to Egypt. اللجوء لفين؟ اللجوء لمصر. استأذن هو على الايجيبشن شورز عشان يبقى لاجئ ايه؟ لاجئ لمصر. طبعا الفولرز البطالمي هم بيران البطالمي ده وقالوا له ان بومباي you want to hide in Egypt. فبطالمي decided with his followers to kill ايه؟ بومباي. قال هو جاي يستخبى عندنا. طبعا هو كان مصلحه ان هو تكتيل بومباي. هو بيحاولوا يقضوا على الفلوس الكبيره بتوع الرومان عشان يحطوا مصر ما يروحوهمش. فطبعا جات لهم على الاقتصاد ان بومباي ده لهم لغايه عندهم. خلاص؟ فعمل بقى ايه؟ He sent two of the messengers بعت رسولين to the Egyptian shores وفي مكان كده هو مستخبي عن الانظار. They killed Bombay and he cut his head and he cut his finger. الفينجر ده كان فيه الخاتم المشهور. بومباي كان مشهور بعضهم يبقى لابس خاتم كده كبير وتخيل اللي هو خاتم زي خاتم ملك. قطعوا الايه؟ قطعوا الخاتم وقطعوا له راسه. تمام؟ يبقى تاني كليوباترا 7 she ascended to the throne when she was about 17 years old. She was married from Ptolemy 13 than younger than Cleopatra استوعب a few years. طبعا she was very smart. she was spoke different language. كانت بتتكلم Egyptian language اللي هي hieroglyphic وكانت بتتكلم Armenian وكانت بتتكلم Greek language. فكانت different language. فكانت a very strong personality than Ptolemy 13. دوت خلى الرويال كورت او الفولورز او الحاشيه الملكيه يهدفوا من كليوباترا السبعه and they started to make problems between Cleopatra and Ptolemy. البروبلمز ديت ended ان كليوباترا خافت and she ran away out of Egypt until she reached to the Arabian Peninsula. خلاص and she started to prepare an army. after prepared the army هي بقى عايزه return back to get her throne back. لكن في روما حصل بلبله. اللي حصل ان في battle او في conflict between Caesar and Bombay. خلاص سيزر هي كانت فيكتوريوس على بومباي. بومباي هرب على الايجيبشن شورز. لما وصل هناك طلب ان هو يبقى اسايلم في ايجيبت. طلب اللجوء الى مصر. طبعا بي اكسبتد بس كان الغرض منها ان هو تركيب بومباي. وبالفعل بطالمي هو asked his followers عشان تركيب بومباي and they sent two of the messengers to kill بومباي. وهم قتلوه cut his head and cut his finger اللي هو فيه الخد المشهور. تمام؟ مين بقى اللي جه على مصر بيدور على بومباي؟ قيصر. Caesar arrived to Egypt and he was searching for Bombay. خلاص؟ طبعا بطليموس 13 he thought ان هو لما هيقدم لقيصر راس بومباي وصباعه بالخاتم ان قيصر هيطير من الفرح. بس طبعا كان الموضوع بالعكس تماما. When Caesar knew about the death of Bombay he got very angry and he started to cry and scream about his friend. وما كانش صحابي يعني by the way بس طبعا الخلافات على الحكم وكده. تمام؟ وبعد كده هو he decided to stay in Egypt for a while. ما مشيش على طول. فضل قاعد في مصر مده فتره كده زمنيه. during that time مين بقى اللي سمع بالموضوع ده؟ كليوباترا السبعه. سمعت تاني من سيزر قيصر بتاع روما موجود في مصر فقالت انها it's the chance in order to help her to get the throne back. هي دي فرصتها عشان قيصر يساعدها انها ترجع تاخد الحكم. المهم كان عندها مشكله في كليوباترا ازاي انها تخش القصر القصر من الملك. طبعا ليه؟ لان كل اتباع البطليموس مش عايزينها وعايزين يقتلوها. فبالفعل she succeeded to enter the royal palace. ازاي بقى؟ she asked her followers اتباعها واصحابها in order to hide her inside a carpet. سجاده كبيره حطت نفسها جوه السجاده and then she was wrapped inside the carpet. كانت ملفوفه جوه الكاربت and when she entered to the royal court in front of Caesar هم حطوا الكاربت على الارض. الكاربت اتفردت. شافت قيصر عرفت انها تقابله. طبعا Caesar from the first time he loved her. خلاص and he helped her to get the throne back. قالت له حكت له عن المشكله واللي حصل بينها وبين بطليموس 13. so Caesar استدعى بطليموس 13 in order to discuss with Cleopatra about this issue. لما جه بقى بطليموس 13 اول ما لقى كليوباترا
he was very angry and screaming and shouting، وكان قاعد بدأ بقى يتنطط وخايف جدا على العرش بتاع مصر، فجري في شوارع اسكندريه وقعد يستنجد بمين؟ يستنجد بالشعب، اللي هو ايه الحقه ده كليوباترا اختي جايبه قيصر بتاع روما عشان خاطر ياخدوا حكم البلد ايه؟ مني. خلاص؟ ف حصل سنه 48 باتل، طبعا 48 بي سي، حصل زي وور او زي كونفليكت بين سيزر، بس المره دي عشان خاطر كليوباترا بيحارب مين؟ الالكسندريه بيبل، بيحارب الشعب. خلاص؟ تمام؟ طبعا الوور ستارتد. نعم الاثنين هو صغير. خلاص؟ عايز الكلام. طبعا الحرب ما بين سيزر وبين الكسندريه سيزر لما كان في arrive to Egypt كان arrive with his fleet بالاسطول البحري بتاعه. طبعا الفليت بتاعه كان موجود على قريب من الشورز بتاعت الايجيبشن شورز او قريب من الشواطئ بتاعت الاسكندريه. ف he succeeded to gain the Egyptian fleet، عرف ان هو يهزم الاسطول المصري. قال بقى ايه؟ كان عايز يحتل البورت بتاع الاسكندريه كمينا، عايز يحتل المينا بتاعت اسكندريه. طبعا لما احتل المينا ده هيوقف حركه الاقتصاد وكده، بس طبعا ما عرفش ان هو يحتل المينا، سو ايه؟ ولع فيه النار، ضرب النار في الاسطول بالميناء بتاع اسكندريه، لدرجه ان النيران كانت جامده جدا وكانت حريقه ضخمه جدا ممكن تتحل الاسكندريه لايبرري اللي هي مكتبه ايه؟ مكتبه اسكندريه. حرقت جزء كبير جدا من الكتب اللي كانت موجوده فيها. خلاص؟ طبعا الفيكتوري كان هيبقى حليف سيزر في المعركه، سوري كان هيبقى حليف سيزر في المعركه دي، لولا ان جاب بعض الامدادات من تايوس 13 قعد يعيط لبعض الناس بره يعني، لحد لما جاب الامدادات من ايشيا ماينور من اسيا الصغرى. خلاص؟ لما جت الامدادات من ايشيا ماينور ايه؟ بطالمي 13، فبالتالي بطليموس 13 عرف ان هو يمكن يهزم سيزر في المعركه دي، بس بطليموس 13 ما قدرش يعيش كتير وهو في المعركه يعني، غرق في البحر ايه؟ مات. خلاص؟ عايزه ايه؟ هقولها تاني. وصلنا لغايه كليوباترا عرفت اباوت سيزر ان هو موجود في مصر او موجود في الكسندريه. she decided to aim to meet Caesar. عملت ايه؟ هي طلبت من الفولورز بتوعها ان هم يخبوها inside the carpet عشان تعرف تخش الرويال بالاس، وبالفعل عرفت انها to enter the royal palace and ايه؟ راحت تقابل مين؟ سيزر. فسيزر سمع المشكله بتاعتها وراح بعت لبطالمي 13 عشان يتكلموا في الموضوع ده. لما بطالمي 13 arrived ده قدام كليوباترا، سيزر started to shout and started to scream، خايف على الثرون بتاعه ان هو هيروح منه. خلاص؟ فبالتالي جري وقعد يستنجد بالايه؟ بالالكسندريان بيبل اللي هم عايزين ياخدوا منه الحكم. خلاص؟ وقلع الكاب رماد الارض وحركات ايات كده. تمام؟ لما استنجد بالناس حصل بقى ان في وور او في باتل سنه 48 بي سي ما بين قيصر وما بين الايه؟ ما بين الشعب. يعني هو الشعب اتكلم نفسه كده وعايز ايه؟ عايز يحارب قيصر طبعا بجنوده وبجيشه عشان خاطر ايه؟ بطليموس 13 ما تاخدش منه الحكم. فسيزر عرف ان هو يستولي على الايجيبشن فليت الاسطول، وكان عايز يستولي على البورت الكسندريان بورت المينا نفسها، لكن ما عرفش يستولي عليها، فقام مولع ايه؟ قام حرق البورت بالفليت اللي كان موجود بجزء من ايه؟ من المكتبه اللي هي كان فيها جزء كبير جدا من الكتب. خلاص؟ وكان هيبقى النصر حديث قيصر لولا ان بطليموس 13 كان باعت لبعض الامدادات والمساعدات عشان خاطر يساعدوهم في الايه؟ في الحرب. فوصلوا فعلا الامدادات والمساعدات من ايشيا ماينور. فاول ما وصلت عرف ان هو يهزم قيصر، بس ما لحقش ان هو يفتح اول هزيمه. هو ايه؟ غرق وهو بيهرب في ايه؟ البحر. طبعا كانت معركه بحريه فهو غرق في البحر كده، وبالتالي ايه؟ خلصنا من بطليموس الايه؟ بطليموس 13. طبعا ستيل دلوقتي في كونفليكت ما بين الالكسندريان بيبل وما بين كليوباترا، بس ستيل الامور بدات انها تهدى شويه اكتر رجعت بطالمي 13. بعد ما بدا الامور تبقى هينه ايه؟ تبقى هاديه شويه، ودي اكسبت دي ايديا ممكن كليوباترا هي اللي تنقذها. خلاص؟ المهم Cleopatra the seventh and Caesar هما اللي together for a while. خلاص؟ and she delivered a baby
كليوباترا وسيزر. والسيزر كليوباترا وقيصر خلاص خلفت سيزارون او قيصرون خلاص. and that was the time ان سيزر هو decided to take كليوباترا to Rome عشان يعرفها على السيناتورز اللي موجودين ايه في روم خلاص. طبعا ستيل دلوقتي until now هي دلوقتي his mistress هي لسه ما اتجوزتوش. اوكي طيب هو when they arrived to Rome كليوباترا كانت متعجرفه شويه، كانت اجريسيف قوي، كانت متعاليه وبتعمل مع ناس متعاليه. فلما راحت قابلت السيناتورز بتوع روم خلاص اتعالت عليهم واتعاملت معاهم بعنقزه وبأريافه، فقلبوا عليها الناس كلها في روم وهم طلعوا زي كده فرمان او زي اوردر يعني او زي رول. كان عندهم من ضمن الرولز بتاعتهم ان ما ينفعش الواحد يبقى بيتجوز اثنين، يعني ما ينفعش نعترف ان واحد يبقى عنده his wife و his mistress. لا الميسترس دي مالهاش اي قوه، على العشيقه مالهاش اي قوه. لا هي الوايف اللي هي زوجة قيصر هو اللي نعترف بيها، ما ينفعش ان احنا نعترف بايه؟ نعترف بيه كليوباترا. والسيناتور بقى الكبير بتاع روم قعد يسخن يشحن الناس كلهم لغايه لما هم قلبوا على مين؟ قلبوا على قيصر وعملوا معركه وحاربوه وقتلوا مين؟ قتلوا سيزر. يبقى كده خلصنا من مين؟ سيزر. تاني هقول لك تاني الحته دي. هو دلوقتي بعد ما خلصت المعركه ما بين قيصر وما بين اهل اسكندريه، بطليموس ال 13 احنا قلنا هو في البحر بيرك المعركه مات. خلاص؟ دلوقتي بقى قيصر عندنا وكليوباترا. قيصر وكليوباترا دي ولسه عندنا جابوا مين؟ قيصرون. خلاص؟ دلوقتي هو قيصر بيستعد ان هو ياخد كليوباترا معاه باك تو روم عشان يعرفوا على السيناتورز اللي موجودين ايه؟ موجودين هناك. خلاص؟ فهنا وين شي مات السيناتورز كانت بتتعامل بطريقه اجريسيف جدا، الامر اللي خلى السيناتورز اللي هم يتضايقوا منها وقالوا انها ميسترس ملهاش اي رايتس وملهاش اي قوه ولا اي حاجه، ولا ممكن ان هم يعترفوا بيها كزوجه لقيصر. فبالتالي قعدوا عملوا لها مشاكل كبير جدا، والمشاكل دي ادت ان هم ايه؟ ريكتل ايه؟ قيصر ان هم قتلوا ايه؟ قتلوا سيزر. خلاص؟ الست دلوقتي لسه عندنا مين؟ كليوباترا لسه موجوده، ولسه في عندنا ايه؟ سيزارون. خلاص؟ طيب during the time اللي كليوباترا وسيزارون هم موجودين في انسايد روم، هم موجودين في روم، حصل كونفليكت او حصل باتل ما بين اثنين او ما بين طرفين. يعني ايه بقى الطرفين اللي حصل بينهم معركه؟ حصل عندنا معركه ما بين supporters of Caesar خلاص والكيلرز السبورتد سيزر. التابعين او الناس اللي كانوا واقفين في ظهر قيصر متضايقين ان هو اتقتل، هم كان عندنا اثنين، انطونيوس واوكتافيوس. خلاص دول الايه؟ السبورتد بتوع قيصر. الكيلرز القتله كان في عندنا واحد اسمه كاسيوس. سيناتور اسمه كاسيوس. خلاص؟ طبعا حصل زي سيفل وور، حرب اهليه between killers of Caesar and the supporters of Caesar. طبعا السبورترز of Caesar احنا قلنا هم اوكتافيوس وانطونيوس، ويعني اوكتافيوس وانطونيوس الاثنين بيحاربوا ضد مين؟ ضد كاسيوس. كاسيوس مع الناس كلها اللي هم مع قتل قيصر، واوكتافيوس وانطونيوس مع ايه؟ مع الناس اللي هم كانوا زعلانين على موت قيصر، وحصل سيفل وور. طبعا السيفل وور ended with the victory of Octavius and Antonius over Cassius، وبداوا يقسموا the Roman Empire الامبراطوريه الرومانيه الى اجزاء. انطونيوس خد the eastern part. انطونيوس خد الايسترن part of the eastern part of the Roman kingdom من المملكه الايه او Roman Emperor من الامبراطوريه الرومانيه. خلاص اوكتافيوس بقى خد الباقي. Antonius he was heard about Cleopatra II, the shadows قصدي and what happened with her. خلاص؟ عارف القصه بتاعت كليوباترا وقصه قيصر والكلام ده كله، so he sent messenger to Cleopatra in order to meet her. خلاص؟ طبعا for the first time Cleopatra refused to meet me Antonius. ما كانتش عايزه تقابله. He sent another or second message
بتاعت ايه؟ بتاعت خلاص؟ طيب دلوقتي after the marriage of Antonius and Cleopatra Antonius اختار ان هو في عندنا some rebellions كانوا موجودين في سوريا والعراق بقى واللفه دي، فقرر ان هو يسيبها فتره من الزمن وبعد كده يرجع تاني لبعض الوحوش وبعض الرأس في بعض الريبيليونز بعض المتمردين، فقرر ان هو يسيبها ويرجع. فوين he returned back كان اوكتافيوس قابل اوكتافيوس، فاوكتافيوس كان بيلوم انطونيوس that he married في الفتره السابعه، مع الاخذ في الاعتبار ان انطونيوس قبل ما يتجوز في الفتره السابعه كان متجوز اوكتافيا. اوكتافيا تبقى مين؟ اخت اوكتافيوس. خلاص؟ طبعا هو لعب كتير قوي ان هو اتجوز في فتره، وده كمان لما اتجوز في فتره ما اكتفاش بكده، قعد يسال في فتره هداها مقاطعات من روما وكده، ما بقى مش تبعهم يعني. خلاص؟ فطبعا اوكتافيوس لعب كتير على انطونيوس، وايوه عمل قرر ان هو يحارب انطونيوس، وبالك هو اوكتافيوس فضيله الاصدقاء العمر يعني. So Octavius decided to make a war against Antonius. طبعا انطونيوس وكليوباترا